السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معايا في وصفة جديدة. اليوم بإذن الله حبيت نقدم لكم هاد المويلو أو شوكولا بطريقة جديدة. شكلهم شباب بزاف وبنتهم يعني رائعة، وكذلك طريقتهم سهلة بزاف. نتمنى فريمون انكم تجربوا هاد الوصفة et je suis sûre que رايحين تنجحوا فيها ان شاء الله لانها سهلة في التحضير. خليكم اذا مع الفيديو ونقول لكم فرجة ممتعة. نبداو بسم الله. اول شيء نبداو به هو لو مويلو او شوكولا. هنا في اناء وضعت 200 غرام شوكولاته، وضعت 100 غرام شوكولا سوداء و100 غرام شوكولا بالحليب. رايحه نضيف 120 غرام من الزبده ونحط الخليط تاعي في حمام مائي او ندخلو للميكرووند حتى تذوب الشوكولاته والزبده. في اناء اخر رايحه نحط 4 حبات من البيض، رايحه نضيف 100 غرام من السكر، سكر عادي 100 غرام ما يعادل كوب من السكر، ونخفق البيض والسكر تاعي جيدا حتى يتضاعف حجم الخليط. انا هنا استعملت الخلاط الكهربائي، ممكن تستعملوا الخلاط اليدوي، المهم حتى يتضاعف حجم الخليط تاعكم. بعدها رايحه نضيف 80 غرام من الفرينه او الدقيق، 80 غرام ما يعادل 4 ملاعق كبار، ونزيد نخلط الفرينه تاعي مع الخليط حتى تندمج العناصر مع بعض. وفي الاخير رايحه نضيف الشوكولاته والزبده اللي كنت ذوبتهم من قبل، ونزيد نخلط بالخلط الكهربائي دائما حتى نتحصل على خليط يكون متجانس. نفرغ الخليط تاعي في قالب يكون مفرش بورق الزبده. القالب تاعي مربع يدير 20 على 20 سنتيمتر، وندخلو للفرن يكون مسخن مسبقا على 180 درجه لمده 20 دقيقه. هنا بعد ما خرج الجاتو تاعي من الفرن نخليه يبرد جانبا ونحضر لو غلاساج غوشي. اذا رايحه ندوب 200 غرام من الشوكولا بالحليب، كما قلت لكم ذوبوها في حمام مائي او في الميكرووند. بعد ذلك رايحه نضيف 45 غرام من الزيت، زيت نباتي عادي ما يعادل ثلثي كوب من كوب شاي، ونضيف كذلك 50 غرام من المكسرات. انا هنا استعملت بندق، ممكن تستعملوا يعني اللوز او الكاوكاو كما تحبوا. المكسرات تكون محمصه مقشره وتكون مطحونه بشكل خشن. نخلط الكلاصاج تاعي ونخليه جانبا. هنا ناخذ الجاتو تاعي نقطعه الى مستطيلات، بعد ذلك نحطه فوق اون غري باش يسهل عليا عمليه لو غلاساج، ونبدا نغلاسي في الحلوى تاعي بهذه الطريقه. الزوائد طبعا اللي يتيحوا في الصحن رايحه نجمعهم ونكمل نغلاسي بهم بشكل عادي. من بعد رايحه ناخذ الحلوى تاعي نحطها في بلاطو ونخليها تنشف. اذا عندكم الوقت خلوها تنشف يعني اليغ ليبر. اذا كنتوا ما عندكمش يعني الوقت خليوها في الثلاجه تنشف. هنا رايحه نحضر لا شونتي براليني. هنا درت 200 غرام من الكريمه السائله، رايحه نطلعها اون شونتيي. ممكن تستعملوا لا كريم شونتي الجاهزه البودره، يعني تديروا ثلثي كوب من بودرة شانتي تطلعوها مع ثلثي كوب من الحليب البارد. هنا بعد ذلك ضفت 100 غرام من البراليني. درت وصفة البراليني من قبل في القناة، رايحة نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. وضفت كذلك ملعقتين كبار من السكر ناعم ما يعادل 40 غرام. خلطت الكل جيدا حتى تحصلت على كريمة. بعد ذلك حطيتها في بوشادوي، وبعد ما بردت الحلوى تاعي ونشف لو غلاساج رايحه نزينها. زينتها بلا كريم شانتي براليني. درت كيما شفتوا دي فاي فيان افيك اون بوشادوي، لا دوي تكون ليس. وبعد ذلك زينتها في الاخير ببندق يكون محمص، قطع البندق يكون محمص، وزينتها كذلك بالورقه الذهبيه او لا فوي دور. كيما شفتوا طريقتها سهله بزاف، و يعني ما فيهاش يعني ماشي معقده.
نتمنى فريمون انكم تجربوها لانها سهله في التحضير وبنينه بزاف بزاف. كما قلت لكم لا كريم لو براليني راح نخلي لكم الرابط تاعو في صندوق الوصف. ها هي اذا الوصفه تاعنا راهي جهزت. اذا عجبتكم لا فيديو تاع اليوم ديروا لها جيم وبارتاجيوها مع اصدقائكم، واذا كنتوا غير مشتركين في القناه فادعوكم للاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. هنا رايحه نقطع لكم يعني امورسو منها باش تشوفوها من الداخل. لو غاتو يجي بنين بزاف بزاف ويجي فريمون مويلو بلس لا كريم الفوق و لو غلاساج، يعني ان غاتو يشهي بزاف.